أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات هيما 442. حلقة وأي حلقة، حلقة أسطورية وحلقة تاريخية مهمة جدا، وحلقة بالنسبة لي تعتبر حلقة بداية عصر جديد في كرة القدم. ولكن النهاردة عندنا كلام فني كتير جدا 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 هنقوله في الحلقة، وهحاول على قد ما أقدر إن أنا ما أميلش لأي فرقة. يعني انتوا عارفين ان انا في فترة من فتراتي كنت بميل لريال مدريد، وقد يتبادر لذهن اي حد ان انا عشان ريال النهارده خسر 4 ان انا بقول كده عشان كده يعني. بس انا فعلا بقالي فترة كبيرة جدا جدا قدرت ان انا اطلع، ورجعت ممكن ترجعوا للفيديوهات، قدرت ان انا اطلع نفسي في الكرة العالمية من ان انا اشجع اي فرقة عشان اقدر اتكلم بحيادية، وكمان عشان استمتع. كفاية عليا الضغط اللي الزمالك بيعملوه لي في مصر، فما علينا، يعني مش هي دي النقطة. بس ما ينفعش الحلقة دي تطلع من غير ما اجيب واحد برشلوني يتكلم هو عن احساسه ببرشلونه، يحفل بقى، يتكلم هو بنفسه عن رايه في تشافي في الفرقه. احنا عندنا كلام كتير، بس احنا هنتكلم بانصاف، هنتكلم من غير ما نميل لاي فرقه، هنتكلم فنيا بس. الحاجات الكارثيه اللي لعيبه ريال مدريد ومديرها الفني عملوها، والحاجات العظيمه اللي لعيبه برشلونه ومديرها الفني عملوها. فبسرعه كده نبدا فقره البرشلوني، وبعديها هنتكلم بقى تكتيكيا واحده واحده كده على رواق. طيب، الحقيقة النهاردة برشلونة نزلت الماتش، وكان أهم رهان عند برشلونة إنها تطبق كل اللي اتعمل الفترة اللي فاتت. تشافي من عظمته معلمهم ومحفظهم ومفهمهم إن الماتش ده يا هنكمل اللي عملناه الفترة اللي فاتت، يا إما ممكن الماتش ده كل اللي فات ينكسر. النهاردة هو التحدي في إيه؟ الضغط، استرجاع الكرة في أسرع وقت، البساط، ونقل الكرة من رجل لرجل 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 بكل بساطة وسهولة. حتى من كتر النصايح ومن كتر التركيز ومن كتر الفوكس قوي على الموضوع النهاردة، شفنا نسخة مختلفة تماما تقريبا من فرانك ديونج، أو على رأي عصام الشوالي سوبر فرانك. كان النهاردة ما بيغلطش مفيش حاجة اسمها غلط. برشلونة الحقيقة لعبت جيم عالي جدا جدا. وعلى فكرة النهاردة برشلونة لو شدت أكتر، لو كملت بنفس الريتم اللي كانت بتلعب بيه، كانوا ممكن يعدوا الأربعة بالخمسة والستة، بس استكفوا باللي هم وصلوا. الحقيقة برشلونة لعبت ماتش عالي جدا جدا جدا، استحواذ، بساط، انتشار في الملعب، ضغط، وأخيرا والأول مرة فينيسيوس يبقى عاجز تقريبا قدام اروخ. يمكن اول كرة ولا كورتين في الماتش بس اروخ كان بيفهم الموضوع، لان الحقيقه فينيسيوس بصراحه لعيب موتر سريع وريتمه سريع جدا. محمد صلاح بس على ابديت شويه، يعني في ابديت اكتر عنده في نسخه برازيليه من محمد صلاح، فكان متعب في الاول، لكن بعد كده اروخو لغايه دلوقتي حطه في جيبه. نركن بقى البارسا، نتكلم عن زرقاء اليمامه او زرقاء قلبي، تشافي هرنانديز. يا جماعه عارفين في الاوبرا او في الافلام او الحفلات بيبقى في واحد ماسك كده حاجتين دي، بيقعد بقى انت تعمل هنا وانت تعزف هنا، يقعد يعمل كده. هو تشافي واقف بره ماسك عصايه عمال يلحن، ضغط، استحواذ، كوره، بساط في كل الاماكن، نصايح من هنا. ومش بس كده، بيحاول يعكس شخصيته بتاع برشلونه بتاعت زمان على نفس اللعيبه اللي موجوده في الملعب. لما لقى الكوره مع الريال والماتش 4-0 توتر وتعصب، مش توتر خوف، تعصب على اللعيبه، زعق على صوته، انا عايز الكره ترجع حالا. ولما داني الفيش نزل لهم عايزين نباصي، عايزين ننقل الكوره، عايزين ناخد الكوره من رجل لرجل 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 ونستحوذ. الحقيقه اعظم حاجه حصلت في برشلونه من فتره طويله جدا 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 هي رجوع تشافي. ومش عارف هل انيستا ممكن يكون لسه ليه مكان معانا ولا ايه، بس اتمنى. وكلها سنه وميسي هيرجع، وربنا يكون في عون الجميع. الحقيقة أنا كنت ناوي أبدأ كلامي فنيا ببرشلونة، لأني كنت متحمس ليهم أكتر وعندي نقط كتير حابب أتكلم عنها.
ولكن للاسف اخويا ولانه مندمج جدا جدا مع برشلونة وهو ادرى باهله، هو عارف الحاجات والنقط والتفاصيل المهمة اللي برشلونة كانت النهارده قدامها. هنعيد كلام هو قاله للاسف، يعني ده كان كلام مكتوب في السيناريو وهنزود عليه شويه تفاصيل، بس عشان الكلام ما يبقاش مكرر وممل تعالوا نغير كلامنا ونتكلم على ريال مدريد، لان الكلام على ريال مدريد مهم جدا. ولسه قريب كنت داخل في رهان وخسرانه، وطلعت قلت لكم في القناه اني فقدت ثقتي في نفسي، وبقى في متغير خفي كده في كرة القدم اسمه الشخصية، أنا ما كنتش قادر أقيسه، هو عنصر غير مادي غير ملموس. وكل الكلام ده حصل لأن قبل مباراة باريس كنت بقول من ساعة ما اتعملت القرعة إن لا يمكن ريال مدريد يصعد على باريس، وإن ريال مدريد فرقة لا تستطيع المنافسة، وفرقة ما فيهاش كمية مواهب ناشئة كافية، ما عندهاش كميه مواهب اصلا كافيه. وبعد المباراه الاولانيه قلت ما فيش رجوع، وبعد الشوط الاولاني من مباراه باريس والريال قلت ما فيش رجوع، ولكن اخيرا قدر ريال مدريد في المباراه انه يرجع وسكت. وهنا بقى نيجي للفقره بتاعه النهارده، وقد ايه النهارده الماتش كان مهم عشان يرجعني للمنطق. وان كان المتغير بتاع الشخصيه والفرقه متغير ساعات بيكون ليه قيمه، ولكن لما تكون بتلعب قدام برشلونه وهو كمان عنده الشخصيه فتسقط هذه الاشياء وتبقى فقط الامور الفنيه. ريال مدريد فرقه تحتاج الى احلال وتجديد كامل في جميع المراكز، ممكن مركز او 2 أو 3 بالكتير. باختصار بالنسبه لي في كورتوا، فينيسيوس، بنزيما، دي لعيبه سوبر، لعيبه الواحد يبقى فخور ان هي موجوده في ريال مدريد، لعيبه اللامساس. عندك ميليتاو، كامافينجا، لعيبه تحتاج الى التطوير ولكنها تصلح ان تكون في المشروع. بس بس ما عندكش مدافعين تانيين، مفيش، ما عندكش باكات. لا مندي هو اصلا الباك ليفت الاسطوري التاريخي ولكن كمان بيغيب، ومارسيلو لعيب مخلص. كارفخال النهارده قدم نكته في ارض الملعب، تغطيه عكسيه صفر، لياقه بدنيه صفر، قرارات صفر، زياده هجوميه صفر، مفيش حاجه كارفخال النهارده كان بيعملها في الملعب صح. ناتشو هو واحد من اللاعبين اللي انا عمري اصلا ما اقتنعت بيه في ريال مدريد من اول ما طلع لحد النهارده، وانا مش عارف هل ناتشو يتميز ب قدرته على الطلوع بالكوره ولا القوه البدنيه ولا السرعه. مفيش. نص الملعب كروس، مودريتش، كازاميرو، لانه بالذات الثلاثه دول يعني كانوا بيقول لك على برشلونه الابقار المقدسه، على بيكيه وسيرجيو بوسكيتس، واحنا شايفين ان في بديل بيطلع في برشلونه مدافع اسمه اراوخو، وشايفين ان في نص الملعب في نيكولاس وفي جافي وفي ديونج وفي بدري وفي مشروع بيتبني. لكن صدقني ريال مدريد ما فيش مشروع بيتبني. لو شلت كازاميرو النهارده انت هتلعب بمين؟ هتلعب بفالفيردي. فالفيردي برضو نقدر نحطه في قائمه المواهب الشابه، ولكن مش الستة اللي يعتمد عليه. يا عم سيبك من دي، لان انا كده كده مقتنع ان كازاميرو لسه بيأدي نوعا ما، لان هو اصلا بيعتمد على اللياقة البدنية، فطبيعي ان هو ما يفقدش لياقته البدنية بدري. ولكن كروس ومودريتش وان كان الوردة فيها شوية ريحة، ما بقولكش حتى استغنى عنهم، تقدر تستخدمهم في مباريات من سهلة لمتوسطة، تقدر تاخدهم او تشوف منهم لقطات حلوه على مدار الموسم، شوطه، ترقيصه، باصه، لكن لعيبه يعتمد عليها في نص الملعب، لعيبه تجري جنب ديونج وتجري جنب بدري وتجري جنب بوسكيتس لو محطوط في منظومه. لان بوسكيتس مش اللعيب الجراي، ولكن بوسكيتس خلينا الكلام يروح على برشلونه، احنا لسه هنتكلم على برشلونه ويبقى في كلام كتير جدا جدا عليهم. ولكن اللعيبه دي قدام اي فرقه منظمه هتخسر. مودريتش جاب اجوان على مدار الموسم، كروس كان موجود ممكن ما جابش اجوان كتير ولكنه سجل وساهم، مودريتش في مباراة باريس قدم اداء عظيم جدا جدا جدا، ولكن اخيرا هو حاليا للاسف اصبح لعيب لقطات في مباريات، حتى مش مباريات ومباريات، لقطات في مباريات. حتى في مباراه باريس الشوط الاولاني كان واقف يتفرج في نص الملعب، فيراتي وباراديس ودانييلو كانوا ماسكين نص الملعب، ضحك بيحصل. باريس كانت مستحوذه على كل حاجه، شويه غلطات، شويه فقدان تركيز في باريس، قدرت ريال مدريد ان هي ترجع في المباراه. لكن هل ده يمحلنا فنيا وجهه النظر دي؟ المفروض لا، ولكن للاسف بعض الناس ما بتبصش غير يعني نظرها، ما بيشوفش بعيد للاسف. يعني
هو كده يعني انا كنت شايفه مقتنع ان برشلونه هيرجع بسرعه لانه عنده كميه مواهب شابه، عنده جافي، عنده بدري، عنده ديونج، عنده ديمبلي. على فكره ديمبلي عنده 24 سنه، عنده كميه مواهب شابه جباره. واخر نقطه بقى هنتكلم عنها في ريال مدريد اللي احنا ممكن نسمعها كتير النهارده، كريم بنزيما ما كانش موجود. هل كريم بنزيما مؤثر؟ كريم بنزيما مؤثر. هل كريم بنزيما لو موجود النهارده النتيجه ممكن تتغير؟ اه تتغير. لان كل فكره انشيلوتي على مواجهه برشلونه ان انا هقفل والعب على الاخطاء، والاخطاء دي كانت موجوده في اول 20 دقيقه اللي لسه برشلونه ما كانتش سجلت فيها هدف، ولو فينيسيوس كان جنبه بنزيما كان ممكن يسجل. طب هل نقدر نلتمس العذر لانشيلوتي او للريال مدريد او حتى لبيريز كمشروع ان النهارده بنزيما كان مغايب فخلاص؟ لا طبعا. لان ما ينفعش ريال مدريد يكون بيعتمد على 2 لعيبه فقط، وكمان بنسبه كبيره جدا بنزيما هو اللي فيه الشخصيه، هو اللي فيه الاجوان، هو اللي فيه الهجوم. كارثه. كارثه. برشلونه في وضعها الكارثي حاليا هي خسرانه ليونيل ميسي افضل لاعب في تاريخ كره القدم، والنهارده بيأدي كويس. هي كمان خسرانه الموهبه بتاعتهم فاتي، لو مثلا هنجيبها من الناحيه دي، لانه فاتي يعتبر احسن موهبه صغيره هدافه موجوده في برشلونه، برضه فاتي مش موجود. فللاسف يعني دايما في بعض الناس اللي هو ايه، بتقول لك اصل في واحد مصاب. انا دايما لما باجي اطلع في القناه بقول لك ان الفرقه مش عباره عن 11 لاعب، الفرقه بتبقى عباره عن القايمه كلها. قوه الفرقه تقاس على على هذه الكميه من اللاعبين، لان الموسم طويل والموسم ما بيتلعبش ب 11 لاعب بس. فلا يمكن ان انا التمس العذر تماما لريال مدريد. نقطه اخيره، انشيلوتي عمل حاجه حلوه لما رجع كازاميرو مدافع وجاب الابا باك ليفت، كان تغيير مؤثر. الدفاع بقى احسن، الخط ده هجوميا بقى احسن جدا جدا، والابا اصلا هو اصلا باك ليفت. وساعد فينيسيوس لان فينيسيوس كانش عارف يعمل ايه مع اروخو، والكلام دلوقتي بدأ يروح على برشلونة، ونبدأ بالظبط من الجبهة دي عشان تشافي النهارده ولاول مرة من 3 سنين استطاعت برشلونه ان هي توقف فينيسيوس من ساعه ما جه ريال مدريد وهو ما كانش بيقدم اداء احسن حاجه على مدار الموسم، كان هو لعيب ناقص جدا جدا جدا، ومع ذلك يجي يلعب في مباراه برشلونه يكون لاعب مؤثر، وده بسبب بطء الباكات والسذاجه الدفاعيه وعدم الوعي التكتيكي اللي كان موجود عند اللعيبه، فكان دايما فينيسيوس بيقدر ان هو يخطفهم. النهارده قرر تشافي انه يلعب باروخو عليه، وهو بصراحه كان قرار ريسكي، لان للاسف لحد دلوقتي برشلونه اجنحته مش اللي هي تلعب لوحدها. يعني ديمبلي تلاقيه بيسند شويه مع الفش، اداما لو بيلعب بيسند كتير مع الفش، ولكن كان الريسك بالنسبه لتشافي هنا مش مشكله. انا مش عايز الفش يسند قوي على ديمبلي يسند قوي على الفش، انا عندي لعيبه نص ملعب هتقدر تسند مع ديمبلي، العب لي بواحد زي اروخو ده. وده كان قرار سهل عليه، او كان سهل ان هو ياخده لان بنزيما مش موجود. ولو بنزيما موجود طب انا محتاج واحد قوي زي ده في منطقه الجزاء، فكان ممكن ساعتها يضطر يلعب بألفش فيكون في تقصير. تغيير بنزيما او عدم وجود بنزيما حاجه مؤثره جدا في المباراه وغيرت من خط سير المباراه، ولكن لا يمكن التماس العذر لريال مدريد بسبب ان بنزيما غايب. ده نبقى بنهزر يا جماعه، بنهزر والله العظيم. فكان قرار عبقري جدا 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 من برشلونه من تشافي. وحتى في اللحظه اللي جاب له فيها الابا وبدا الجنب ده يبقى خطير وبدانا نشوف خطوره من هنا، راح مسحب لي ديمبلي ومنزل لي اداما، واداما راح قفل مع اروخو. لا لا، تشافي لعب جيم اسطوري، جيم لا غلطه، جيم قدر فيه ان هو يجهز اللعيبه نفسيا للمباراه، قدر فيه ان هو يختار الاسماء المناسبه، خد ريسك. وانا مش من الناس دايما اللي بتحب الريسكات في الماتشات الكبيره، لانها في بعض الاحيان او في كثير من الاحيان ما بتسقط الفريق، والاوفر ثينكينج عموما في الكوره مش احسن حاجه. العب لعبك عادي هتلاقي ان الفرقه بتكسب، ولكن مع ذلك كان قرار عبقري جدا جدا من تشافي. لو رحت لكل لاعب سنجل في برشلونة هتلاقي ان كل لاعب لسه عنده عيوب. يعني مثلا ديونج مستواه مش ثابت، سيرج بوسكيتس بدني مش احسن حاجة، بدري لسه لعيب موهبة جدا جدا ولكنه لسه محتاج يتعلم، مثلا ما نقدرش نقارنه بانيستا. فيران توريس لعيب متحرك ولعيب عنده فكرة جدا كروية، ولكن جودة الحاجة اللي بتطلع من رجله مش دايما صح. ديمبلي لعيب بيديلك كوره وكوره، وبيانج وهو النهارده نجم المباراه ومسجل هدفين وصانع جون، هو كمان اهدر فرص كانت يمكن ما تضيعش، وكان يمكن برشلونه ان هو يزود الاجوان بنسبه كبيره جدا جدا. عشان كده لما تيجي بقى تقول لي اصل بنزيما مش موجود، انا بكلمك هنا مش على فرديات. برشلونه النهارده قدم اداء عظيم، ولو انه على مستوى الفرديات كل اللعيبه او اغلب اللعيبه ما زالت مش كامله، ولا تقارن مثلا بجيل برشلونه تشافي ميسي انيستا بوسكيتس فابريجاس فيا قبلهم ايتو رونالدينيو. ما عندوش اللعيبه الاسطوريه دي، ومع ذلك
هو قدم جيم كبير جدا جدا، لان قيمه المجموعه اللي قدر تشافي ان هو يقدمها النهارده كان شيء عبقري. ده طبعا لا يقلل من جودة اللعيبة النهارده. انا شايف ان ديونج النهارده كان عبقري في التحركات، قدر ان هو يستغل البطء اللي موجود في نص الملعب بتاع برشلونة، بتاع الريال سوري. كان بيتحرك براحته جدا، بيستلم، بياخد قرارات عبقرية. يمكن من الحاجات اللي سهلت على ديونج انه ياخد القرارات، لان ديونج على فكرة كجودة هو جودة لعيب جبار. هو مشكلته ان هو مش متربي في اللمسية، فمش بيعرف يلعب اللعب السريع قوي. فكون النهارده ان ما كانش عليه ضغط كتير جدا جدا، وكمان انشيلوتي كان مركز على بدري اكتر. يعني تلاقي النهارده بدري ما ظهرش قوي، ما برزش قوي، عادي. كان ده بالنسبه لتشافي عادي، لان هو عارف ان ان ديونج هيفضل ومديله الثقه دي. وعدم وجود ضغط على ديونج وهو عنده الجوده، قدرنا النهارده ان احنا نشوف مباراه اسطوريه، مباراه بصه فيها ديونج قدام ريال مدريد 54 بصه وتقريبا 51 بصه صح، 3 بساط غلط وانا مش فاكرهم. يعني انا اصلا كنت داخل على 365 اشوف الاحصائيات عشان كنت معتقد ان كل البساط صح. يعني الثلاثه دول مثلا ممكن كره اتقطعت بدري، كره تسلل، مش عارف ايه هم، ولكن كانت كل القرارات عبقريه. بدري تحركاته كانت عبقريه، وقدر ان هو يشيل النظر عن ديونج. فيران توريس اتحرك كتير جدا وراح كتير جدا وكان خطير جدا جدا. ومن اهم اسباب ان بيير إبريك اوباميانج بيسجل اجوان هي الدوشه اللي بيعملها توريس جوه منطقه الجزاء، والعكس صحيح كمان، الدوشه اللي بيعملها اوباميانج. الجون الثالث كمان كان جون بالنسبه لي معزوف، وجون انا لغايه دلوقتي مش مصدقه. انا جاي انا بكلم صاحبي بقول له ده جون جرافيكس، ده مش جون حقيقي. يعني اوباميانج خد قرار صح وعمل الكرة بكعبه وراحت عند فيران توريس وحطها ار2 اللي هو بيحاول بقاله 200 سنه يعملها ومش راضيه تروح، وراحت. الحقيقه للاسف وقت الحلقه عمال يكبر مني، وانا مش عارف اتكلم على كل النقط اللي انا حابب اتكلم عليها. تشافي النهارده قدم مباراه اسطوريه، وزي ما اخويا قال كانت مباراه مهمه وفاصله جدا. المباراه دي كانت قادره ان هي تاخد برشلونه من فرقه بدات تقدم اداء عظيم لفرقه اسطوريه، او فرقه تنزل على جرور رقبتها وتتهبط في الارض. كان ريسك صعب جدا جدا، ولكنه قدم جوده كبيره، ويمكن تكون جوده كمان احسن من مباريات تانية. يعني كتير جدا النهارده من ساعه ما تشافي جه قدر برشلونه ان هي تسجل 4 اهداف، لكن كلين شيت قدام ريال مدريد وفي وجود فينيسيوس. غياب بنزيما ولكنه ستيل كان بيدخل فيه جوان من فرق اقل. فالحقيقه انا فخور بتشافي، فخور بنفسي، لاني كنت مقتنع تماما ان اللعيبه دي لعيبه عظيمه ولعيبه تستطيع ان تحقق انجازات. وكمان فخور ان انا كنت مستني اللحظه، ودايما بطلع اقول لكم في القناه ان اللحظه اللي هيمشي فيها كومان ويجي فيها مدير فني كويس. ولما حتى اعلنوا عن تشافي قلت ان هو قرار عبقري. بعض الناس كان شايف ان هو مفيش خبره، ولكنه الرجل المناسب في المكان المناسب. مبروك لبرشلونه، شابوه للاعيبه برشلونه ومديره الفني. لازم بريز يراجع نفسه، لازم جمهور ريال مدريد نفسه يراجع نفسه، لانه مقتنع ان كروس ومودريتش مستواهم عبقري وكويس. الاجوان اللي بيجيبوها على مدار الموسم واللقطات خلاص بالنسبه لهم مزاج مزاج. لعيبه كويسه انا ما بقولكش ارميهم، ولكن لا يعتمد عليهم في مباراه زي دي. برشلونه لازم يبني على ده. الريال لازم يعرف ان اللي حصل النهارده مش صدفه ومش غلطه ممكن نقعد في الاوضه المغلقه ندرسها. ممكن تقعد مع نفسك وتشوف ده كان في واحد اتنين تلاته، لا ده الابا اصلا مش مدافع، لا ده لما لعب باك ليفت كان عبقري ومتالق، ايه ده كازاميرو لما لعب مدافع كان احسن وقفل على اوباميانج فسحب اوباميانج ونزل ديباي وبرده ما قدرش يقفل. ممكن تعمل كل الكلام ده، ولكن كل الكلام ده مش هيحل لك فكره ان انت ما عندكش بروجكت. وعلى فكره التعاقد مع مبابي مش هو الحل، هو صفقه عبقريه وهياخد ريال مدريد في هجوم حته مختلفه. النهارده مثلا بنزيما غايب، قدر ان هو يوقف فينيسيوس، وقف ريال مدريد. هيبقى عندك 3 وبعدين نص الملعب وبعدين خط الدفاع. انا بالنسبه لي يا عم ما تعاقدش مع مبابي، ولكن تعاقد لي مع بروجكت فهمني احنا رايحين فين. هل في من المدرسه بتاعت ريال مدريد لعيبه مواهب شابه انا شايف فيهم المستقبل؟ انا مش شايف غير كامافينجا، فالفيردي، مش لعيبه كتير. خط الدفاع ميت. طب هل في صفقات على جميع المراكز؟ احنا بنسمع في برشلونه ان هم هيتعاقدوا مع كريستنسن مدافع، ان هم هيتعاقدوا مع كيسيه 6 بديل لبوسكيتس، بنسمع ان هم ممكن يتعاقدوا مع صلاح، بنسمع ان هم ممكن يتعاقدوا مع هالاند. طبعا سيبك من الصفقتين اللي انا قلتهم في الاخر، ولكن اللعيبه اللي في مراكز متعدده دي اللي هي مش صفقات سوبر، لعيبه مهمه جدا جدا. اديك شفت اشباه لاعبين، بعض اللاعبين اللي السوق كان بيرميهم زي بيير إبريك وبيانج كان بيترمي كده رايح لك وهو بيقول لك عايز اروح معاك. اللعيبه دي ازاي قدر تشافي ان هو يحول منها عظمه؟ للاسف ريال مدريد حاليا بلا مشروع، وبرشلونه بمشروع واضح استحق فيه الفوز. شكرا تشافي على المتعه الكرويه اللي انت فرجتنا عليها النهارده. ده كان كلامي النهارده. اكتبوا لي رايكم بقى تحت في الكومنتس. لو الحلقه عجبتكم حطوا لايك، ما عجبكوش
عادي جدا حط ديسلايك، بس عارفين تحت ما عجبكوش ليه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان ننزل فيديو على طول. سلام.